الزملكاويه الجمال الطيبين حبايب قلبي، هو ايه اللي بيحصل النهارده؟ كل صفحات الزمالك منزله صوره كارتيرون وبتقول انه يقترب ازاي؟ من انهي اتجاه يا باشا؟ هتجيب مدرب بياخد 220 الف دولار في الشهر، فانت النهارده جاي ترشقهولي في السوشيال ميديا وتقول انه يقترب. يا فندم انت فيما بينك وما بين لعيب ما صنع الحداد بسبب 75 الف دولار اللي هو بنتاي مش عايز ينزل التدريبات عشان ياخد 75 الف دولار. كان انت النهارده تضحك عليا وتهق عليا وتقول لي كارتيرون يقترب عشان احنا كزملكاويه نتلهي فيه يومين ثلاثه وبعد كده ناخد ايه خازوق زي كل مره؟ يا عم فوق واحلم على قدك. انا زملكاوي اكتر منك، بس انا عايز افوقك من الكابوس اللي انت فيه اللي هو بيطرش علينا احنا قرف، فنيجي نبص نلاقي انهيار عصبي ونتهم الاداره بالتقصير. انتوا ازاي ما جبتوش كارتيرون؟ فيطلع واحد من مجلس الاداره بوست ملوش اي 30 لازمه على الفيسبوك يقول لك ايه؟ لن نتعاقد من الاساس مع كارتيرون وكل اللي انتوا بتقولوه ده اسمه هري. فاحنا نقعد نمسك في بعضينا ونسيب مجلس الاداره. يا فندم فوق، احنا اهم لعيب عندنا اللي هو ناصر ماهر بعناه بيراميدز مين؟ المنافس الاساسي لينا زي الاهلي، فاحنا عمالين نتفرج على الاهلي وبيراميدز هم بيقطعوا في بعض على صفقات، وكمان بندي بيراميدز اهم اعمدتنا الرئيسيه اللي احنا يا دوب بنتمحك فيه ونقول اهو بنكسب مع ناصر ماهر. اهو راح بيراميدز المنافس بتاعك وهيديك على هناك في الدوري وهيدي الاهلي على عينه في الدوري. والفيديو مش خاطر انا زملكاوي ولا اهلاوي، انا بكلمك اللي بيحصل دلوقتي. احنا خلصنا بطوله الامم الافريقيه ودخلنا في العك الكروي المصري. امبارح كان في ماتش في الكاس بين المصري وزد، قاعد بتفرج عليه ان هو ماتش في الكاس خلص، في ماتش بعديها بس في الدوري. فلك ان تتخيل عزيزي المشاهد المصري ان انت قاعد بتتفرج على ماتشين في 3 ساعات بس، ماتش طلع في الكاس وماتش طلع في الدوري، فانت عايزنا نركز؟ طب اقسم لكم بالله والنهارده يوم الجمعه يوم مفترج مش هحلف كده، انا ما فاكر الزمالك كان عامل ايه في الكونفدراليه ولا الاهلي كان عامل ايه في دوري الابطال ولا بيراميدز، والله ما فاكر كانوا بيعملوا ايه الثلاثه. انا هخش بس على جوجل دلوقتي عشان افتكر. احنا الموضوع بالنسبه لنا بقى خلاص زهايمر، بنعدي الماتش والماتش اللي بعده وخلاص بننسى اي حاجه فاتت. ما بقاش في الشغف بتاع زمان انك تبقى قاعد مركز والفريق ده عنده كام بونت والفريق ده عنده كام بونت، احنا بنعدي ايام. فما توجعوش دماغنا بقى وخلاص. الزمالك خلاص بقى عامل زي الموظف اللي ساب الشغل وعمال يبيع الانبوبه، لا بيبيع البوتاجاز، لا بيبيع الانتريه، لا بيبيع ناصر ماهر، لا هيبيع ناصر منسي، لا هيسيب عبد الله السعيد. فانتوا عملوا حسابكم كزملكاويه اللي انا واحد منكم، احنا داخلين في كارثه كبيره. الاهلي بقى له اسبوع بيفاوض في لعيب، قام داخل بيراميدز بمكالمه تليفون خلص فيه، فيطلع الاعلام الاهلاوي. وعلى فكره دي حاجه حلوه ليهم بس المفروض وحشه لجماهير النادي الاهلي. طلع بقى الاعلام الاهلاوي يقول لك ايه يا مؤمن؟ لا ده بيراميدز اصلا اللي بيتفاوض مع اللعيب دوت، بس الاهلي دخل يعلي السعر. يا واد انت يا فريكيكو يا جامد. فانا المفروض كزملكاوي او اهلاوي اصدق اللي انتوا بتقولوه. طبعا ده اسمه هاري. وبعد كده طلع صحفي تاني يقول لك ايه؟ لا اللعيب ده ما رفضش الاهلي خالص، قال يا اوروبا يا اما بيراميدز. بس ليه بيراميدز؟ عشان خاطر ان بيراميدز هيلعب في كاس العالم للانديه وهو مجرد فاترينا. يعني هو بيوصل لك الموضوع يحلهولك ان بيراميدز مجرد فاترينا للعيب ده، هو مش رايح له حبا في بيراميدز ولا حاجه، لا خالص، ده بيراميدز ده مجرد فاترينا يعرض فيها نفسه بعد كده يحترف بقى، اللي هو فتره معاشه بس لغايه كاس العالم. مع ان كاس العالم للانديه كمان 3 سنين بس احنا هنعديه. هو اعلامهم بيعرف يضحك على جمهوره كويس قوي. والنهارده اكتشفت اكتشاف مرعب، بيقول لك بقى ان النادي الاهلي مش هيجيب مهاجم دلوقتي، مستني فلوس اسامه ابو علي. لا هو اسامه ابو علي لسه فلوسه ما جاتش؟ لسه ما جاتش. طب ازاي اصلا انت تفرط في لعيب انت محتاج له جدا وفي الاخر نكتشف ان فلوسه لسه ما جاتش؟ يبقى اذا الكلام اللي كان بيتقال ساعتها انه مشي غصب عنكم طلع صحيح النهارده بكلام كنتوا واعلام كنتوا اللي بيقول لسه فلوس اسامه ابو علي ما جاتش. يبقى الكلام القديم كان صح انه لو دراعكم ومشي بالعافيه، وبعدين بقى الفريق اللي اخده يبقى يبعت لكم فلوسكم وحلني يا معلم، وشكله كده هيطلع زي الزمالك وهتروحوا على الفيفا. فكل شويه نكتشف حاجات ما كناش بنكتشفها قبل كده الا بوجود بيراميدز ده اللي احنا بنحبه. احنا مش بنحب بيراميدز حبا فيه، لا بنحبه عشان خاطر هو بيحقق لنا معادله ونظريه احنا كنا بنهاتي فيها وانتوا ما كنتوش مصدقينها، دلوقتي بتصدقوها غصب عنكم. اقعد فوت اسبوع وهو يخلص بتليفون قول انا بعت اللعيب ده بكام مليون دولار والفلوس في جيبي، ونكتشف النهارده ان الفلوس لسه ما جاتش. فدي اكذوبه بيقولوها الاهلاويه والاهلاويه بيصدقوها. فانا النهارده جاي اقول لكم لا ما تصدقوش. مجلس اداره الاهلي بيضحك عليكم، مجلس اداره الزمالك بيضحك علينا، وكله بيضحك على بعضه، والفايز في الاخر هو بيراميدز، هو اللي بيلم كل حاجه. وبيراميدز ده هيدينا كشافات عاليه قوي 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 قوي. وانا مش بحب بيراميدز ولا بشجع بيراميدز، انا فرحان فيك انت كاهلاوي علشان خاطر ان كلامي طلع صح، وفي الاخر الفلوس هي كل حاجه. لو الفيديو عجبك اشترك في القناه، فعل الجرس، تابعني، والسلام عليكم.